هذه رسالة للخوة اللي راهم ما يتهضروش على جال حاجة ما كاش. فأنا أنصح كل خوتنا في الله عز وجل، وهذا النصيحة أنصح نفسي وإياكم، لازم نتقوا الله في أنفسنا، ماشي على جال حاجة ما كاش ما نتهضروش. تلقى انت سبحان الله العظيم تمشي على حافة الطريق تشوف 3 خاوة يتكلموا بيناتهم ويقصروا وفرحانين ويقضيوا ويدبروا بيناتهم، وانت تشوف في أسرة يرحم بابك 6 خاوة أو 4 خاوة ما يتهضروش، الكبير ما يهضرش مع الصغير على حاجة ما كاش، على حاجة ما كاش. ولهذا نتقي الله في أنفسنا، لأن يوم القيامة لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنا أخوك وأنت أخويا وهذاك أخوه، نحو هذا العداوة اللي راهي بيناتنا. أنا من هذا المنبر إني أستغفر الله وأتوب إليه. راهي الظاهرة راهي كلها راهي عمت، يعني 48 ولاية أو 58 ولاية راهي عمت هذه الظاهرة. تلقى على جال سيارة ما يتهضروش، أو على جال أمور تاع النساء ما يتهضروش، أو على جال الورث ما يتهضروش. في 5 سنوات أو 7 سنوات ما يهدرش مع أخوه. وين راك رايح يا أخي؟ ونهار تموت أنت، نهار تموت شكون يجي ليك؟ شكون يجي يحبر ويدبر وباه يدفنك؟ ماشي يجي خوك يدفنك، يجي خوك يسعى يروح يطيحك في البلدية، يعني يسجلك باللي خويا هذا راه توفى. نتقوا الله في أنفسنا، وإن شاء الله هذه الرسالة توصل لهؤلاء الناس الذين هم أخذتهم العزة بالإثم. فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وأن يصلح راينا وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويطهر قلوبنا. أنت ولي ذلك والقادر على كل شيء. أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.